من آلاف السنين في قلب مصر القديمة كان في ملك اسمه خفرع، وده واحد من أعظم ملوك الأسرة الرابعة، ابن الملك خوفو اللي بنى الهرم الأكبر. خفرع مسك الحكم بعد أخوه جدفرع، وقرر إن هو يسيب بصمة في التاريخ، بصمة تفضل عايشة لحد النهاردة. الراجل ده كان عنده رؤية، مش بس يبني هرم عادي زي أبوه، لأ ده قرر يعمل حاجة تبين قوته وسلطانه وهيبته، فبنى الهرم التاني في الجيزة اللي احنا دلوقتي بنسميه هرم خفرع. الهرم ده أصغر شوية من هرم خوفو، بس لو ركزت كويس هتلاقيه واقف على أرض أعلى، وده مدي إيحاء إنه تقريبا نفس الحجم، ودي حركة ذكية جدا من الملك. يعني مش لازم يكسر أرقام، يكفي إنه يخلي الناس تبص وتقول ده لا يقل عن هرم خوفو. لكن هنا تيجي المفاجأة، خفرع ما وقفش عند الهرم، هو كان بيدور على رمز أعظم، حاجة تخلي أي حد يشوفها يحس بالرعب والرهبة، رمز للحماية والقوة في نفس الوقت. ومن هنا ظهرت فكرة أبو الهول. تخيل معايا صخرة ضخمة في الهضبة اللي حوالين الهرم. خفرع قرر إن هم ينحتوها وينحتوا منها تمثال ضخم، جسمه جسم أسد ملك الغابة، رمز للقوة والشراسة، ووش إنسان، وش الملك نفسه. يعني دي رسالة واضحة، أنا الملك، عندي عقل الإنسان وحكمة الملوك، بس في نفس الوقت عندي قوة الأسد اللي محدش يقدر يقف قدامه. أبو الهول بقى ده مش مجرد تمثال، ده أقدم تمثال ضخم في العالم لحد النهاردة، واللي طوله حوالي 73 متر وارتفاعه 20 متر. شكله لحد دلوقتي بيخلي أي حد يقف قدامه يقول إزاي أجدادنا عملوا ده بإيد بسيطة من غير ما يكون عندهم المعدات الحديثة اللي عندنا. التمثال ده كان ليه دور ديني وروحي عند المصريين القدماء، كانوا بيشوفوا أبو الهول كحامل المكان، حارس للهضبة كلها، بيحمي المعابد وهرم خفرع. حتى المعابد اللي حوالين التمثال اتعملت مخصوص عشان الطقوس الدينية اللي بتتعمل قدامه. وتخيل إن لحد النهاردة في أسرار حوالين أبو الهول، في ناس بتقول في أنفاق تحته، وفي ناس تانية بتفكر إن في غرف تانية مستخبية في جسمه، وإنه ممكن يكون حامل أسرار وكنوز لسه ما اتكشفتش. العلماء كل فترة بييجوا يحاولوا يحللوا بالأشعة ويشوفوا إيه اللي جواه، بس لسه محدش عارف الحقيقة الكاملة. وعلى مر العصور أبو الهول اتعرض لحاجات كتير، الرياح والعواصف والرمال كانت بتدفنه لحد رقبته، وفي عصور كتير كان التمثال كله مدفون تحت الصحراء ومش باين منه غير راسه. وفي معبد جنب أبو الهول لقوا لوحة مشهورة اسمها لوحة الحلم للملك تحتمس الرابع. اللوحة دي بتحكي إن تحتمس وهو شاب نام تحت راس أبو الهول في الظل، وحلم إن أبو الهول كلمه وقال له لو شلت عني الرمال هديك الملك. وفعلا لما صحي نفذ اللي اتقال له، وفعلا بقى ملك. القصة دي بتبين قد إيه التمثال كان ليه مكانة روحانية كبيرة عند المصريين القدماء. وبالنسبة للنقطة اللي كتير بيسألوا عنها، فين مناخير أبو الهول وليه وشه من غير مناخير، الروايات كتير في الموضوع ده. في ناس بتقول إن جنود نابليون لما جم مصر ضربوه بالمدافع فمناخيره اتكسرت، وفي ناس تانية بتقول إن في واحد في القرن الخمستاشر كان متشدد دينيا وكان شايف إن أبو الهول صنم فكسر مناخيره. وبرضه لسه في لغز أكبر، ليه خفرع اختار يعمل الشكل ده تحديدا؟ هو كان بيمثل إيه بالنسبة لهم؟ العلماء بيقولوا إن أبو الهول رمز الشمس، رمز الإله رع اللي كان أعظم الآلهة عندهم، وإن خفرع كان بيحاول يربط نفسه مباشرة بالآلهة، كأنه بيقول أنا ابن رع الحاكم اللي جاي من قوة الشمس. وبكده نقدر نقول إن خفرع نجح إن اسمه فضل محفور في التاريخ، مش بس بسبب هرمه لكن كمان بسبب أعظم تمثال في العالم. أبو الهول رمز من آلاف السنين ولسه واقف شاهد على عبقرية المصريين القدماء.